اهلين وسهلين، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله هذا الفيديو يلاقيكم بصحة جيدة. جينا مع سلسلة الحلويات العيد الكبير. اول حاجة درناها هي كاطو روز. شوفوا لي ما شاء الله المنظر وبزاف بنين. اول حاجة بديت بها، ديت 500 غرام تاع الزبدة، ذوبتها بيان، زدت معها كاس تاع العسل، خلطتهم مع بعضهم، درت كاس ونص تاع العسل مع 500 غرام تاع الزبدة، خلطهم مع بعضهم، نخليو المزيج يتخلط مع بعضهم بيان. ومن بعد راح نديرولو حاجه اللي هي نزيدولو مغرف تاع بيكربونات، راح يولي لنا الخليط ريحته ريحه الكراميل، خليط بزاف هايل. جوست ملوحو المغرف تاع البيكربونات راح نلاحظوا بلي الخليط تاعنا بدا يبيض وبدا يطلع، ما نخلعوش منه، نقصولو مره نجبدو على النار ومره نرجعو للنار. الخليط تاعنا هنا بدا يتفاعل مع البيكربونات، وشوفوا لي راح يطلع بزاف ولازم يولي كراميل كيما هكا، فما نفهموا بلي الخليط تاعنا راه واجد. هنا تقدروا ديروا نصف الكميه، انا ضاعفت الكميه باسكو ما كثرناش بزاف الكاطوات، حبيت ندير منه بزاف. جبت 6 بيضات، راح نخدم بربع بيضات كامله وزوز صفار. يعني اذا كنتي راح ديري كميه قليله راح ديري زوج بيضات وصفار بيضه. هنا درت ربع بيضات وزوج صفار، وعندي رشه تاع الملح، وعندي نص كاس سكر مش ناعم، السكر العادي اللي نخدمو به كل يوم، نص كاس مع رشة ملح وربع بيضات. نبقاو نخلطو الخليط تاعنا حتى يولي متجانس كامل، واحد الريحة واحد البنان بزاف هايلة. وانتوما قولولي واش درتو قاطوات على بالي العيد الكبير، وبزاف ما يكثروش القاطوات، يديروا غير قاطو ولا زوج. هنا درت مغرف كبيره تاع لافاني، وراح نزيد لها كاس تاع نشا. هذاك الكاس اللي قيست به العسل هو اللي درتو نص سكر، وهو اللي درتو كاس نشا. نغربل النشا تاعي ونخلط الخليط تاعي بيا حتى نشوفو كامل النشا هذاك دخل فيه. لافاني كثروا ما عليها والو. نزيد لها الفارينه حسب كما نقولوا، حسب الفارينه تاعك اسكو تشرب ولا ما تشربش. راح تديلك 5 كيسان قدر اكثر يعني. ودرت فيها باكي تاع خميره كيميائيه كامل، درت الباكي كامل. اذا درتي نصف الكميه راح ديري نص الباكي، اذا درتي الكميه كامل ديري باكي كامل. نبدا نمزج الخليط تاعي غير بالفوي، ومن بعد راح نحتاج نخدم بيدي. واحد الخليط وواحد الريحه ما شاء الله بزاف هايلين. اكيد كما عودتكم في كامل لي فيديو ما تنساوش الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وقلت لكم واحد الريحة تنبع من الخليط ما شاء الله تاع هذيك الزبدة والعسل مع بعضهم. نمزجوا الخليط تاعنا حتى تولي العجينة تاعنا رطبة وتكون ما تحتاج تزيدي لها الفرينة. نولي ونديروها قرصات. انا هنا خرجت لي 6 قرصات، يعني كل 3 راح نديرهم مع بعضهم. نرش البلاطو تاعي بالفارينه ولا نخدم بورق الزبده. انا نسيت كامل ورق الزبده على الاول، رشيت بالفارينه، خدمت وحده هذه الاولى هكاك على البلاطو، ومن بعد جات ما شاء الله يعني جات رقيقه كامل مسقمه. وزدت الثانيه خدمتها على البلاستيك، ومن بعد فكرت ورقه الزبده سهل عليا بزاف، سوا في التهزان سوا في الطياب، وسهل عليا بزاف انها ما تتكسرش. خرجوا ما شاء الله بزاف هايلين. نحكم القرصة تاعي نفتحها في ورق الزبدة على سمك يكون رقيق، ما ننساوش بلي فيها الخميرة راح تطلع شوية. بعد ما طيب راح تجي ما شاء الله، لازم تطيبيها شوية، ما تجي طايبة بزاف، ما تجي بيضة، لازم يجي لاكولير تاعها كيما هكا. راح تجي واحد العجينة ما شاء الله. واكيد ما نساوش نثقبوها بالفرشيطة كل ما ندخلوها طيب. على بالكم راني نديلكم الفيديو على الخمسة تاع الصباح. بزاف هايل وبزاف راني فرحانه، رانا نوجدوا للعيد وكامل. حبيت نقص اللوح هذا ومن بعد نزيد نحط لكم تاع العيد. ان شاء الله مانيش حنطول عليكم ونحط لكم فيديو يكون هايل باذن الله. راح ان شاء الله اذا قدرني ربي نصور لكم كلش، وراح نديروا فيديو بزاف شباب. شوفوا لي ما شاء الله كيف طابوا من التحت، جاو بزاف هايلين الحمد لله يا ربي.
ما تكسروش، هما يتكسروا كي تعودي تخدمي بيهم، بصح كي ما تكسرلكش كي طيب شوفوا لي يتكسروا بصح يجي ما شاء الله ما تخافيش منها نورمال. تطلي لها الكونفيتير وحاولي تخلي السطح كامل فيه الكونفيتير كامل كيف كيف. اخدمي بسباتول باه يخلي لك كامل السطح كيف كيف، باه ما تجيش بلاصه فيها بزاف وبلاصه فيها شويه. شوفوا لي هنا العجينه ماهيش مكسره بصح تبان مشققه، شوفوا لي ما شاء الله بزاف بنين، بصح ثاني بزاف يتعب وبزاف يخوف، سيرتو اللي ما عندوش طولة البال في ساعة راح يتكسر لك وفي ساعة راح تقلقي. بعد ما ندير 3 فوق بعضهم نخير الوجه اللي يكون الفوق واللي يكون الوجه واللي تكسرت لك ديريها في النص، ندير لها الكونفيتير ونخليها تبات ليلة كاملة، ومن بعد نجبدها نقصلها الجوانب تاعها، لازم عليها تبات باه هكا تشرب هذاك الكونفيتير وتولي رطبه تقدري تتحكمي فيها في القصان. نحيو كامل الجوانب راح نرحيوهم في لاراب في الصغير هكا باه نديرو هذاك الوجه اللي يكون الفوق. بعد ما نحي الجوانب نرحيها في لاراب، نحي الجوانب تاعي نشكل مربعه تاعي نزيد نطليها بالكونفيتير، ومن بعد نزيد هذاك اللي رابيتو هذوك الجوانب اللي رابيتهم في لاراب في الصغير نذرهم من الفوق. راكم تشوفوا كيف راهي تخدم ماما باه تخلي الكونفيتير كامل في البلايص كيف كيف نذرو من الفوق. يجي ما شاء الله على بالكم كل ما يقعد كل ما يزيد يرطب يجي بزاف بنين. شوفوا لي كيفاه يجي بزاف هايل. والقصان تاعو لازم تقصو بشويه باه هكا ما تكسر لكمش وتجيكم مليحه. من موراها وجدت لي كيسات تاعي، انا كنت ناويه ندير الصفر الساعه ما لقيتش وليت درت هذو يعني جو ما شاء الله حتى هما ابيض وهو صفر جو بزاف هايلين. دركا للقصان يبقى اختياري، كاين ناس تشتيها مربعات كاين ناس تشتي دير معين. انا الخطره هذه درتها مربعات جات بزاف هايله وبزاف بنين. كيما قلت لكم ديما خيروا اللي تكسر لكم ديروه في النص والوجه يكون لازم مليح هكا تجيكم هايله وتجيكم ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. لتحت راح تلقاو اشتراك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس هكا يوصلكم كل ما هو جديد ويوصلكم الفيديو تاع العيد. ان شاء الله نلاقيكم في فيديو اخر، باي باي.